ممكن تفهميلي الدرس بتاع النهاردة ده عشان ما فهمتوش خالص؟ طبعا يا حبيبتي، ممكن. شكرا يا ميرو، فهمت كويس قوي. العفو يا مريم، على ايه؟ بقولك ايه، القلم ده خطه حلو قوي، انا عايزاه. هو فعلا خطه حلو، انا بحب اكتب بيه. خلاص خديه، ما يغلاش عليكي. ميرو، فاكرة الفستان البينك بتاعك اللي حضرتي بيه عيد ميلادي؟ طبعا، عجبك؟ عجبني، وانا عايزاه عشان احضر بيه عيد ميلاد واحدة صاحبتي. ماشي حاضر، هقول لماما واجيبهولك. ماما، مريم عايزة الفستان البينك بتاعي. بس يا ميرو، دي مريم دي واخده منك كل حاجتك يا ميرو. انا ملاحظه ان انتي مش بتقدري تقولي لها لا ابدا. ليه كده يا حبيبتي؟ يا ماما، انا بحبها وبخاف على زعلها وبتحرج منها. طب ويا ترى بقى هي بتخاف على زعلك؟ الصراحة يا ماما انا مش عارفة. طب بصي يا ميرو، جربي تقولي لها لا وشوفيها، شوفي رد فعلها ايه. لو هي بتحبك بجد يا حبيبتي مش هتفرق معاها. لو لقيتي معاملتها اتغيرت اعرفي ان هي مش بتحبك علشان نفسك، بتحبك علشان مصلحتها. وما تسمحيش لحد يستغلك يا ميرو، وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يعني ايه يا ماما؟ يعني يا حبيبتي لو حد قالك الحاجة دي جميلة وحرجك علشان ياخدها، يبقى ده حرام اصلا ان هو ياخدها. وانتي ما تسمحيش لحد يعمل كده يا ميرو. وزي ما هو بيحب نفسه انتي كمان حبي نفسك، وزي ما هو بيخافش على زعلك انتي خافي على زعل نفسك. محتاجة تحبي نفسك اكتر من كده يا ميرو، وتثقي في نفسك اكتر من كده. مالك يا مريم، متغيرة ليه معايا كده؟ متغيرة ليه يعني؟ مالي؟ هي ايه؟ انا حاسة ان انت زعلانة، بس انا مش فاهمة ليه. هو مش انا قلتلك هاتي فستان البينك؟ ما جبتهوش ليه؟ الصراحة ماما ما وافقتش. ما وافقتش. ماشي، بعد اذنك بقى عديني عشان اروح اقعد جنب جودي صاحبتي. هتسيبيني لوحدي؟ سيبك لوحدك، وانتي صغيرة ولا ايه؟ الظاهر ماما كان عندها حق. عموما براحتك. تصدقي يا ماما كان عندك حق فعلا. حقيقي اتضح ان مريم دي مصاحباني عشان مصلحتها، وما قلت لها لا زعلت قوي مني. ولا يهمك يا حبيبتي، كويس ان ربنا بينها لك. وده يعلمك ان انتي بعد كده لما تيجي تصاحبي حد تصاحبي اللي بيحبك بجد. والايام بتوريك يا ميرو. صحيح، عندك حق يا ماما، شكرا ان نبهتيني. العفو حبيبتي، طول ما انتي بتيجي وبتحكي لي كل حاجة هقدر انبهك وافوقك. لكن لو انتي كنتي بتخبي عليا كان زمانها استغلتك اكتر واكتر. فعلا يا ماما، اي حاجة تحصل هقولها لك.